صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني في القناه، وكل الناس الجديده اللي دخلت عندي، ربنا يبارك فيهم ويجازيهم خير يا رب. احنا النهارده بقى بنعمل الجلاش بالبسطرمه بطريقه جميله وجديده، ما عملتهاش معاكم قبل كده. ما شاء الله، بصوا، اللهم صل على النبي. بصوا الجلاش مورق ازاي وجميل. بصوا التسويه جميله جدا، طعمها جميل وريحتها تجنن. يلا بينا ندخل على الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. معانا ورق الجلاش يا حبايبي اهي، معانا بسطرمه، معانا فلفل رومي مقطعات طرنشات اهو شرايح. ويلا بينا نشوح بقى البسطرمه كده، ايه حاجه بسيطه. سمنه يا حبايبي اهي، معانا معلقه سمنه، نحط عليها البسطرمه بتاعتنا نشوحها كده تشويحه بسيطه. اللهم صل على سيدنا محمد. تشويحه بسيطه خالص مع الفلفل. اللهم صل على سيدنا محمد. هطعم البسطرمه بس كده بالسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عليها التوابل بتاعتها والمتبله وكل حاجه، انتوا عارفين البسطرمه بقى، لكن ايه احنا بنضيفها تطعيمه كده بالبسطرمه مع الفلفل. ونرش عليها رشه فلفل صغيره، رشه بسيطه خالص. نحط عليها ملح عشان هي ملحها حلو. بس كده. معانا الصينيه يا حبايبي اهي، ادينا سمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول الماده الدهنيه بتاعتك يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. واجيب الجلاش بتاعي، ورقتين اهو. على قد الصينيه كده تدوريها. اهم حاجه تعملي حاجه حلوه لاولادك كده تفرحيهم. عندك اكل بايت مش عايزين ياكلوه، تعملي جنبيه اي حاجه كده، صينيه اي حاجه كده، جلاش، مكرونه، اي حاجه، ياكلوا الاكل ويبقوا فرحانين بقى كده. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي، ورقتين ورقتين كده. كل ده على الحرف ده هنتنيه بعدين. اللهم صل على سيدنا محمد. قلت اعملها لكم كده صينيه جلاش بالبسطرمه، حاجه بسيطه ومش مكلفه. مش هحط جبن ولا حاجه عشان هم عايزينها من غير جبنه. صينيه بسيطه بس ايه تفرح الولاد كده على الفطار. بسيطه وسريعه، مش مكلفه. الجبن هي اللي بتكلف
الصواني دي. انت ممكن تعملي بأقل التكاليف حاجة جميلة. اللهم صل على سيدنا محمد. هطبق بقى الحاجات دي كلها على الحروف. كل ده بيتفرد في الصينية جميل، مش هيأثر معانا في حاجة. هجيب البسطرمة بتاعتنا يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اظبطها كده. رصيت البسطرمة بتاعتنا بالفلفل اهي. دي السمنة اللي كانت في الصينية اهي بتاعت البسطرمة، جميلة اهي. احطها عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. لو جربتوا صينية الجلاش بالبسطرمة دي جميلة جدا والله، هتحبوها قوي. يا ريت تجربوها كده، ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات اللي يجربها ايه رأيه فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. جميلة جدا وخفيفة. احلى حاجة فيها انها خفيفة، ولا بصل ولا حاجة، لان هي البسطرمة اصلا متبلة. جميلة، دي بسطرمة بيتي جميلة جدا، يعني احلى من اللي بتتباع بره كمان. احلى من الجاهزة بكتير. انت مش عارفة الجاهزة دي معمولة بلحمة ايه يعني. تعملي كل حاجتك في البيت كده، كل حاجة غالية بره. كل حاجة تعمليها في بيتك كده بنظافة بيتك كده وجميلة، وعارفة ايه الحاجات دي مصدرها ايه. الحاجة اللي بره انت مش ضمناها. اللهم صل على سيدنا محمد. يا حبايبي ما شاء الله، الحاجات دي بقى ايه هداريها كده الاطراف دي. هقطعها بقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. لازم تقطعيها قبل ما تدهني الوش الاخير ده سمنه، عشان ايه؟ تريحك في التقطيع. خلصت الصينيه بتاعتي اهي، ادهنها واعمل على الوش. اللهم صل على سيدنا محمد. هدخلها الفرن يا حبايبي، وما تخرج اوريها لكم. معايا معلقه كربونات يا حبايبي، هحطها على اللبن واقلبهم كويس قوي عشان احطهم على الصينيه. اللهم صل على سيدنا محمد. عشان يورق صينيه البسطرمه كده، الجلاش بالبسطرمه يورقها معايا. انا خرجت الصينيه يا حبايبي اهي من الفرن عشان ارش عليها اللبن بالبيكنج باودر عشان يورق الصينيه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. خلاها مورقه وجميله، وادخلها الفرن تاني. والصينيه اهي يا حبايبي ما شاء الله بعد ما خرجتها من الفرن ما شاء الله تحفه وريحتها تجنن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في قناه ماما نادية.